دي، عيش على اساس ان انت الانسان الجديد ده. الاستراتيجية رقم 2 معانا النهاردة الا وهي افتكر دايما ليه. الواي قبل الهاو. لازم دايما اشوف السبب ليه انا عاوز اتغير قبل ما ازاي اتغير. اكتب هدفك او الهوية الجديدة دي على ورقة وحطها قدامك على المراية، على الديسك بتاعك، على اللابتوب، في المكان اللي دايما عينك بتقع عليه كتير، وخاصة لما تصحى من النوم. وزي ما قلنا قبل كده، اول 10 دقايق او اول ربع ساعة في يومك هم اللي بيحددوا يومك بيبقى عامل ازاي. فلما انت تشوف ليه انا عاوز اتغير وتشوف الهوية الجديدة، ده في حد ذاته هيحفزك ان انت تروح في الاتجاه ده. الاستراتيجية رقم 3 الا وهي اتصالح مع الألم، بل بالعكس احضنه. عضلاتنا بتتبني مع الألم، عضلاتنا بتتبني لما تتقطع، عضلاتنا بتتبني لما تتحط تحت ضغط كبير. فكل مرة عاوز تعمل حاجة وبتحس ان في مقاومة خارجية بتبطئك او بتصدك عن الهدف ده، هو ده ما يسمى الريزيلينس، المقاومة اللي هتقويك وهتسرع حركتك تجاه الهدف ده. الاستراتيجية رقم 4